السلام عليكم، أهلا بيكم في مطبخي، المكان اللي بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات. خطوات سهلة بسيطة، نتيجة مضمونة بإذن الله. لو بتحبوا الأكل الحلو وصفاتي تنجح معاكي من أول مرة فأنتوا في المكان الصح. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معانا النهاردة أكلة سمك خطيرة، وصفة تحفة جدا. حشوة على قد ما تبان إن هي بسيطة، على قد ما هتشرفك في عزوماتك. آآ هتبهرِك وهتبهر كل اللي هياكلها من إيدِك إن شاء الله. أول حاجة معانا الحشوة أو التتبيلة اللي هنبهّر ونتبّل بيها أو نحشي بيها السمك. معانا بصلتين بتقطّعيهم جوليان، عليهم فلفل أسمر، رشة ملح، وطبعًا الملح حسب الرغبة، رشة بابريكا، ومعلقتين من الزيت. تدعكيهم كلّهم كده في بعض، وهي دي هتبقى التتبيلة أو الحشوة بتاعة السمك بتاعنا. بتعمليهم كويس أوي بإيديكِ كده زي كأنِك بتعصّجيهم كده بإيديكِ، وبعدين بتحطيهم على النار. طازة كده بتكون على النار وتحطيهم، تسمعي بقى أحلى تِش كده تنزل في قلبِك على طول. بتشوّحيهم كويس أوي، وبعدين معانا فلفل ألوان، فلفل أخضر، فلفل حامي، فلفل رومي، أصفر، أحمر، زي ما تحبي. وبعدين بشوية جزر بتكوني بشراهم، ومعلقتين من التوم، وبعد توم مبشور طبعًا، وبتقلّبيهم كويس أوي. وبعد ما بتقلّبيهم بتنزلي بيهم على البصل اللي كنا مبهّرينه بالفلفل وبالملح وبالبابريكا. أول ما البصل يدبل معانا بتنزلي على طول ببقية الخضار بتاعنا. السمك السنجاري بيحب الخضار الكتير، فابدعي وشكّلي براحتك. بالنسبة للخضرة، الخضرة بنحطها في الآخر عشان ما تدبلش معانا، تفضل معاكِ فريش. بتشوّحي بقى فيها، وندخل بقى على تتبيلة السمك. تتبيلة السمك سهلة جدًا، 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 بس هتطلّع معاكِ طعم ولا أروع. بتنشّفي السمك كويس من المَيّة اللي بتبقى فيه مكان طبعًا ما غاسلينه كويس أوي، وبتقطّعي السمك زي ما تحبي، تفتحيه بقى سنجاري أنا هنا فضّلت إن أنا بصراحة أعمل كل نُص سمكية لوحدها، بحيث اللي يمسك النُص بتاعه ياكله، والسمكية ما شاء الله كبيرة زي ما أنتم ما شايفين. فاللي ياخدها ياكلها يعني ما يتبقاش منه أو يسيبها، عجبه ياخد التانية إن شاء الله. معانا هنا كزبرة، كزبرة ناشفة، وملح، وبتحطي طبعًا ليمون، ومعلقة توم كده بإيديكِ كده وتمشّي بيها على السمكة. أحلى تتبيلة، ما حدش يقول لي كمون، يا جماعة الكمون بيمرّر السمك، يعني هتحطي الكمون في المرحلة دي هيمرّر لِك السمك. إحنا محتاجين تتبيلة هادية، وفي نفس الوقت تدّي طعم حلو جدًا، وفي نفس الوقت يبقى معانا طعم السمك مسكّر كده وحلو. بعدين بتجيبي بقى الورق الفويل بتاعِك وتدهنيه زيت، بتدهني ليه زيت علشان خاطر ما السمكة تطلع معاكِ ما تلزقش جوّه وأنتِ حاطاه في الفرن، لإن إحنا لا هنشوي ولا هنقلي. إحنا هنستكفى بإن إحنا هندخّله بالمنظر ده بعد ما نحط له الحشوة بتاعته في قلب الفرن. ما بياخدش وقت تمامًا خالص، كده السمك إحنا عارفين مش بياخد وقت. طلّعي معاكِ أحلى سمك ممكن تاكليه، وأحلى وصفة ممكن تقدّميها على سفرتِك. وبنجيب هنا بعد ما بنتبل وبنبهر السمك بتاعنا، بنحط الخضار اللي إحنا كنا عاملينه في الأول، وما ننساش ندهن الورق الفويل عشان السمكة ما تلزقش مننا. تمسكي بقى كل سمكة كده وتقدميها وممكن على فكرة سمكة كاملة عادي زي ما تحبوا. إحنا هنا بنحاول إن إحنا نغير من الشكل. حطي بقى الخضار بتاعك زي ما قلنا السنجاري بيحب الخضار. اللي وصلت معايا لغاية هنا متنساش الاشتراك واللايك والشير الكتير عشان القناة تكبر بيكم. شوية صلصة، صلصة عادية جدا، طماطم، شوية طماطم، وتنزلي بيهم كده من فوق. لازم ندلع السمك بتاعنا. وهنا بقى معانا شوية خضرة، شبت وبقدونس وكزبرة، ممكن تستكفي بالكزبرة والشبت بس. شايفين شكل الأكل أصلا وشكل السمكية يفتح النفس. يلا بقى اشتركوا عشان القناة تكبر بيكم، واللي يجرب الوصفة ينزل في الكومنتات ويسيب لي الصور بتاعته.
هنا معانا بقى الرز الصيادية. عايزة اقول لكم ان انا كنت اكتر حد مش بيعرف يعمل الرز الصيادية. كان بالنسبة لي ما بيطلعش حلو، ما بيطلعش مظبوط. لغاية بصراحة ما واحدة صاحبتي يعني ربنا يكرمها، هي اللي قالت لي بقى على الوصفة دي. وطبعا اخواتنا الاسكندرية يقولوا لنا لو فيها غلطة او فيها حاجة بيتزودوها يقولوا لنا ويعرفونا في الكومنتات. بننزل هنا بالبصل بالزيت ويدوا بقى اللون الذهبي، وننزل بيها بمعلقتين صلصة لتعزيز اللون طبعا. ومعانا هنا بقى البهارات. البهارات عبارة عن فلفل اسود، كمون، وملح. طبعا الملح حسب الرغبة، في ناس بتحط ماجي بس انا ما بحبش بصراحة. وهنا بقى معانا قرن فلفل كده حامي لان بنحب الاكل السبايسي. ده براحتك ممكن تستغني عنه. تاني بقى البهارات: فلفل اسود، كمون، كزبرة، وملح حسب الرغبة. بتشوحي كويس. ومعاكي الرز. بتنزلي بقى بيه، بيكون الرز مغسول. هنا زودت شوية كمون تقريبا. اه زودت شوية كمون. تشوحي بقى الرز كويس. في ناس بقى طبعا بتعمل طريقة مختلفة، يعني هي بتجيب البصل وتشوحه وتنزل بالمية تغلي، ننزل فيها الرز. بصراحة بحس ان الرز ما بيطلعش احسن حاجة. في ناس طبعا يعني ما شاء الله حريفة فيه، بس انا بالنسبة لي لازم الرز يتشوح في الزيت والبصل. يعني بصراحة بقالي سنين بعملها وبتطلع مظبوطة جدا. الرز لما بيتفلفل في الزيت بيطلع معاكي افضل وما بيكونش معجن. شايفين بيفلفل ازاي؟ وبعدين بتنزلي بالمية بتاعتك، وما تنسيش الملح لانه طبعا حسب الرغبة. بتقلبي كويس وكلي بقى احلى رز صيادية ممكن تعمليه. هنا دقت لقيت الملح بتاعه ناقص فزودت حبة ملح. هنا كان خلاص بقى ابتدى يتشرب، فوطي بقى النار بقى عليه وسيبيه بقى ايه يتشرب كويس. وكلي احلى رز صيادية. يا رب تبقى الفيديوهات خفيفة عليكم وعجباكم، وقولوا لي ايه الوصفات اللي عايزين تشوفوها ونعملها مع بعض ان شاء الله. وكانت بقى معانا هنا شوية جزر، بتنزلي بيهم اخر 5 دقايق في تسوية الرز. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا شكرا جدا. دمتم في رعاية الله.